وبكناريا تأسس حزب سياسي كناري جديد يتعهد بالمرافعة عن القضية الصحراوية، ومن أولويات الحزب السياسي الجديد الدفاع عن القضايا العادلة في العالم، وفي مقدمتها القضيتين الفلسطينية والصحراوية. عزيزة خضري. خلال الأسابيع الماضية تم تأسيس حزب كناري جديد أطلق عليه اسم كناريا موحدة، متكون من نشطاء من المجتمع المدني وشخصيات نقابية وإدارية، وترأسه البرلمانية ميري بيتا عن مقاطعة غران كناريا. من أولويات الحزب السياسي الجديد الدفاع عن القضايا العادلة في العالم، وفي مقدمتها القضيتين الصحراوية والفلسطينية، إذ يعتبر الحزب أن قضية الشعب الصحراوي من القضايا الأولى التي يجب الدفاع عنها، كون الشعب الصحراوي شعب شقيق وجار يجب الدفاع عنه والوقوف إلى جانبه حتى نيله حقه المشروع في تقرير المصير والحرية مهما كلف الأمر من تضحيات. أخيرا من اللقاءات الجالية الصحراوية مع الأحزاب السياسية ومؤسسة الدولة الإسبانية، كان لنا الشرف لقاء أعضاء من الحزب ريونير كناريوس، وعلى رأسهم البرلمانية الكبيرة في البرلمان الإسباني ماري بيتا. وعلى هامش هذا اللقاء أكدوا لنا الدعم الثابت والمستمر لعدالة القضية الصحراوية، وأنهم من أولويات قضاياهم الخارجية هي عدالة القضية الصحراوية. وتطرقنا كذلك إلى انتصارات القضية الصحراوية في المحافل الدولية، وهم مع تقرير مصير الشعب الصحراوي، وهم مع الشعب الصحراوي، وهم يحسبون أن الشعب الصحراوي أخ لهم وجار لهم، وهذا يعطيهم الاندفاع، يعني الدفاع عن القضية الصحراوية، لأنهم أصحاب حق. وبالتالي أكدوا لنا أن القضية الصحراوية من أولويات سياستهم بإذن الله هنا في كناريا. كما عبر الحزب الجديد عن استعداده لدعم حراك الجالية الصحراوية بكناريا، وأن مقراته ستكون تحت تصرفه، كما دعا الجالية إلى التحرك من داخل المؤسسات السياسية واقتحام كل الهيئات الإدارية من بلديات وبرلمانات وهيئات العادلة إلى كل المؤسسات. تجدر الإشارة أن الحزب أجرى لقاءات مع ممثلي عن الجالية الصحراوية تطرقوا فيها إلى سبل التعاون المستقبلي وشرح كيفية تطوير التنسيق الصحراوي وقضيته في كل المهرجانات واللقاءات التي سيعقدها الحزب السياسي الجديد، الذي تعهد بالاستماتة في الدفاع عن القضية التي يعتبرها محورية وذات أولوية في أجندته السياسية.